على حضرتك بعض السلبيات اللي شفناها واللي رصدناها من خلال الفيسبوك، من خلال السوشيال ميديا، من خلال ملاحظات فريق الاعداد، وحضرتك بقى تردنا عليها. فكان من اكتر واهم الشكاوي اللي سمعناها من الناس هي اول حاجه منع التصوير في الاماكن السياحيه، برغم ان التصوير بيعتبر نوع من انواع الترويج للسياحه، وغير ان احنا كمان يعني لما بنحب نروح مكان بنحب ناخد صور تذكاريه. ايه الفكره من منع التصوير، وايه يعني دي مشكله بالنسبه لناس كتير جدا، تتحل ازاي؟ مفيش اولا للتصحيح منع لاي حد ياخد الصور. الناس كلها حضرتك شايفه على الفيسبوك وفي السوشيال ميديا بشكل كبير لحظاتهم بيصوروها داخل المنشآت الصحيه. ده موضوع يعني ما فيهوش كلام خالص، وما تمش اي نوع من انواع المنع. يمكن حضرتك تقصدي مثلا الرسوم اللي بتتم في التصوير في المتاحف، او هم يقصدوا المتاحف، اماكن زي الاماكن الاثريه فيها حالات منع للتصوير. والرسوم دي على فكره من زمان ورسوم بسيطه جدا، يعني هي مش ممنوعه قطعا؟ لا مفيش حاجه، هي مجرد انها برسوم. لا هي رسوم بس بسيطه لعمليه التصوير، وده برضو عشان يغطي جزء من المصاريف الخاصه بصيانه المكان ليها، ونوع من انواع الدخل اللي بيساعد كمان في عمليه تطوير المكان والحفاظ عليه. طب يعني احنا دلوقتي بنقول للناس ان الاماكن الاثريه مش ممنوع فيها التصوير، هو كل الحكايه ان احنا ممكن نسال فهنلاقيها برسوم، وطبعا استاذ باسم بيقول لنا انها رسوم بسيطه فنقدر ندفعها ونقوم بالتصوير ونحتفظ بلقطاتنا الجميله واللحظات الحلوه اللي احنا بنقضيها ما بين اثار بلدنا.